حصل معايا موقف غريب اليومين دول وخلاني افكر كتير. عندي جارتي جاره من جيراني، هي ست فله جدا وشيك جدا وفي بيتها نظيفه. نزلنا نشرب قهوه في اليومين اللي كانوا حر دول، واول ما ركبنا العربيه واتحركت لقيت ريحه هدومها صعبه جدا ومكمكمه. واضح ان هي مش واخده بالها، ما هو الانسان ما بيشمش ريحه نفسه برضه. انا بصراحه اتكسفت اقول لها علشان ما احرجهاش، في نفس الوقت ما قدرتش اتحمل الريحه. رجعت البيت ومخي عمال يودي ويجيب، اقول لها ولا اسكت، اقول لها ولا اسكت. وبيني وبينكم ما اقدرش اجرحها لانها حساسه جدا، وفي نفس الوقت مش عايزاها تبقى كده وحابه اساعدها. قررت اعمل خطه والحمد لله نجحت، وقلت اقول لكم يمكن تستفيدوا منها. واحد، ما ينفعش اقول لها ريحتك وحشه او انت مش نظيفه، ده هيكسرها ويجرحها جدا وممكن يبوظ علاقتنا للابد. اتنين، هاتلها مزيل عرق حلو وريحته حلوه وقولي لها شميت الريحه دي في المحل وافتكرت حبيتها قوي 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 وجبت لنا احنا الاتنين سوا، كده هتفرحيها وهتوصلي لها الرساله من غير ما تزعليها. تالت حاجه، احكي حكايه عن واحده قريبتك او صاحبتك وقولي لها فاكره فلانه كانت ريحتها وحشه قوي، ما تعرفيش بقى ايه اللي حصل، دلوقتي ما شاء الله بقيتي تحبي تقفي جنبها من كتر ما ريحتها حلوه. قمت انا رحت وسالتها عملتي ايه، قالت لي بقيت ملتزمه كل يوم اخد شاور، قالت لي بقيت احط مزيل عرق وكريم جسم وبقيت اشيل الشعر الزياده دايما علشان الريحه ساعات بتكون من الحاجات دي. بعدها خديها وقولي لها ما تيجي احنا نتابع الموضوع ده شكله فرق قوي في نفسيتها. خامس حاجه والاخيره، دايما علقي قدامها اننا لازم نلبس قطن عشان بيشرب العرق مش زي البوليستر. اكتبوا لي في الكومنتات اتحطيتي في الموقف ده مع صاحبتك او جارتك قبل كده، ولو اتحطيتوا في موقف قبل كده زي ده قولي لي اتعاملتي مع صاحبتك او جارتك ازاي. ما استحملش.